بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الكتاب المسموع بصوت عمرو بادنشكي. عنوان الكتاب: إلى أبنائي وبناتي 50 شمعة لإضاءة دروبكم. الأستاذ الدكتور عبد الكريم بكار. مقدمة: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فقد تعودنا نحن الكتاب أن نوجه الخطاب للكبار من الرجال والنساء، آملين أن نساعدهم على توجيه أبنائهم وبناتهم وإرشادهم إلى الطريق القويم. أما الكتابات الموجهة للفتيان والفتيات والشبان والشابات فهي محدودة للغاية، لا سيما تلك التي تحتوي بعض الأفكار العميقة والمعقدة. لعل ذلك يعود إلى اعتقادنا بأن الكبار هم الذين يشترون الكتب، وهم الذين يهتمون بالتربية والتوجيه. أما الفتيان والمراهقين وكثيرا من الشباب فنظن أن مخاطبتهم غير ذات جدوى لانشغالهم بأمور أخرى عن تلك التي تشغل آباءهم وأمهاتهم. ومهما يكن نصيب هذا الاعتقاد من الصحة والصواب، فإني قررت متوكلا على الله تعالى أن أوجه خطابي لمن يعنيهم الأمر مباشرة، وهي محاولة تنطوي على قدر من المخاطرة، لأن الكتابة للصغار والفتيان لا يحسنها إلا كبار الكتاب. وفي هذا فإني أسعى إلى أن أستخدم أيسر أسلوب ممكن في الاحتفاظ بعمق المعاني التي هي تحد ثان قبلت بمواجهته، ثقة بعوائد الله تعالى علي، وأن الناظر إلى هذه الرسالة سيجد أن الشموع التي أشعلتها موزعة في مجالات عديدة، لكن يجمع بينها استهداف الارتقاء بشخصيات أبنائنا وبناتنا وتقديم العون لهم على سلوك المسالك الرشاد والتفوق في الدراسة والعمل وكل مجالات الحياة. من المهم أن أشير هنا إلى أن الشموع التي أضأناها شموع تتصف بالعموم، حيث أنها مما يعني الشباب والشابات على حد سواء. وحين يكون هناك شيء خاص بالفتيات أو الفتيان فإني سأوضحه، لكن هذا سيكون أشبه بالنادر. شيئا آخر أحب أن أوضح هو إن الشريحة المستهدفة والموجه إليها الخطاب هي الطلاب المرحلة الثانوية والمرحلة الجامعية، ولا يعني هذا أن غيرهم لن يستفيد مما قلته، حيث أني أعتقد أن النابهين من الطلاب المرحلة المتوسطة يمكنهم استيعاب الكثير مما ذكرناه، كما أن خريجي الجامعات سيجدون في بعضه ما هو جديد ومفيد. وإني لأسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه، وأن يجعله في ميزان حسناتي يوم القيامة، كما أسأله أن ينفع به أبنائي الأعزاء وبناتي العزيزات، وإنه سميع الأستاذ الدكتور عبد الكريم بكار، الرياض، في 21/4/1428 هجري. جزاكم الله خير، حفظكم ورعاكم. هذه مقدمة الكتاب، وإن شاء الله سننتقل إلى الفيديو الآخر، الشمعة الأولى بإذن الله. والسلام عليكم ورحمة الله، إلى اللقاء في الفيديو الثاني بإذن الله من كتاب إلى أبنائي وبناتي 50 شمعة لإضاءة دروبكم. جزاكم الله خير، حفظكم ورعاكم، وإلى اللقاء. لا تنسوا الاشتراك وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد.